الكركديه من المشروبات الرمضانية اللي مفيش سفرة عندنا بتخلى منه في رمضان. ان شاء الله هنعمله النهاردة بودر بطريقة سهلة وبسيطة، بدل بقى ما نشتريه بالغالي ويكون سعره عالي علينا. كمان هنخزنه وهنحطه في التلاجة وهيقعد معانا أطول فترة ممكنة، ولما تيجي تحضريه مش هياخد منك أكتر من دقيقتين. بجد تحفة، والمقادير بتاعته هقولك عليها عشان تطلع معاكي كده مظبوطة. نسمي الله ونبدأ الوصفة. أول حاجة أنا جبت ربع كيلو من الكركديه، واخترت هنا يكون الوردة بتاعته كبيرة علشان ما يكونش فيها شوائب كتير، وده بيكون أحسن نوع من الكركديه. أنا اشتريته هنا عادي من العطار، وممكن كمان تشتريه الأكياس. بعد كده جبت الكبة وابتديت اللي أنا أطحنه على السرعة العالية علشان أنا عايزاه يكون بودر. بعد كده أنا جبت مصفى ضيقة وابتديت إن أنا أنخل الكركديه علشان ما يكونش فيه أي شوائب. ولو كان متوفر عندك المصفى بتاعة الدقيق أو اللي هي المنخل الكبير بتاع الدقيق هيكون أفضل، علشان الشبكة بتاعته بتكون أضيق، وبالطريقة دي تضمني إن ما يكونش فيه أي شوائب. بصي بقى هنا، أدي الشوائب أهيت، هي دي اللي ممكن تضايقني وتخليني إن أنا محصلش على عصير صافي. وعشان المصفى بتاعتي صغيرة فأنا عملتهم كده على مرتين. نيجي بقى هنا للمقادير. انا جبت الكوبايه المعياريه، واخدت كده كوبايه من البودر بتاع الكركديه، وهحط قصاده كوبايتين من السكر. لو مش متوفر عندك الكوبايه المعياريه تستخدمي اي كوبايه، المهم ان يكون نفس الكوبايه بتاعه الكركديه هتكون هي نفس الكوبايه بتاعه السكر. كوبايه قصادها كوبايتين من السكر. مادة الحفظ هنا رشة بسيطة جدا من الليمون، عصرة أقل من نص عصرة ليمونة. تقدري تستبدليها برضو بمعلقة صغيرة من ملح الليمون. بعد كده جبت كوباية مَيّة عادية جدًا من الفلتر، يعني هي مش مغلية ولا فاترة ولا أي حاجة. ما حطيتش الكوباية كلّها، أنا أخدت كده مَيّة بسيطة جدًا، يعني كده معلقة صغيرة، وابتديت اللي أنا أقلّب الكركديه بالسكر. والخطوة دي مهمة جدًا، إن إحنا ما نحطش المَيّة على طول. إحنا لو حطينا كل كوباية المَيّة، الكركديه كده هنلاقيه عامل زي العجينة وهيبوظ منِّك ومش هتقدري اللي أنتِ تحفظيه. فالخطوة دي مهمة، إن إحنا هنحط كده حبة مَيّة صغيّرين، ونبتدي اللي إحنا نقلّب السكر بالكركديه لحد ما نحصل على درجة اللون اللي إحنا عايزينها. وطبعًا إحنا مش هنستخدم المَيّة كلّها، إحنا هنفضل نحط كده كمية المَيّة اللي إحنا محتاجينها لحد ما نحصل على القوام اللي إحنا عايزينه، ولحد ما السكر يختفي. وتقدروا تستبدلوا السكر الحبيبات بالسكر البودر، هيسهّل عليكم كتير. لكن أنا هنا عندي السكر البودر العادي، وما استخدمتش المَيّة كلّها، فضلت كده اللي أنا أحط حبة مَيّة صغيّرين وأقلّبهم لحد ما اندمج كلّه معايا، وبقى كده عامل زي الرمل. بُصّوا بقى شكله عامل إزاي، لونه كده نبيتي والسكر كلّه اختفى. لو حاسين إن أنتم مش قادرين تقلبوا بالمعلقة، تقدروا تلبسوا جوانتي وتفركوه بإيديكم لحد ما تحصلوا على القوام اللي أنتم شايفينه ده. وبس كده يبقى ب3 مكونات بس حصلنا على أجمل بودرة كركديه، هتفضل معانا فترة ممكنة، وتقدري طبعًا تستخدميها على طول. نيجي بقى لطريقة التخزين. أنا جبت هنا أكياس تلاجة، وحطيت الكمية اللي أنا عايزاها، وابتديت اللي أنا أفرّغ منها الهوا كويس، وقفلتها بالطريقة دي. وبكده تكون جاهزة معاكِ، تحطيها في رف التلاجة وتحفظيها لرمضان، وتقعد معاكِ لبعد رمضان كمان. طريقة بقى التقديم. أنا جبت الشفشق وحطيت معلقة من بودرة الكركديه، عليها معلقة من السكر. وطبعًا هنا تزويد السكر بيكون حسب الرغبة، لإن إحنا أصلًا محليينه، فتزودي بقى السكر زي ما أنتِ عايزة. بعد كده زودت كمية المَيّة حسب الكوباية اللي أنا هاحط فيها، أنا مستخدمة هنا الكوباية الكبيرة. وهاقلب بقى السكر مع بودرة الكركديه مع المَيّة علشان أحصل على عصير كلّه مع بعضه. في كمان خطوة مهمة بعد كده، اللي أنا هاصفّي الكركديه تاني، ودي آخر مرّة أنا هاصفّيها فيها، علشان برضه بيكون في كده شوائب صغيّرة بسيطة علشان تحصلي على عصير صافي. جِبت هنا الكوباية كده الكبيرة اللي أنا هاحط فيها العصير، وكمان جِبت المصفى الصغيّرة بتاعة الأعشاب، وابتديت اللي أنا أصفّي. بُصّي بقى العصير نازل معاكِ إزاي، جميل جدًا من غير بقى لا نقع ولا غلي ولا أي حاجة. ما فيش أسهل من كده، طريقة سهلة جدًا وبسيطة، هتاخدي منها كركديه في وقتها مش هيقعد معاكِ أكتر من دقيقتين. وفي الآخر كده حطيت مكعبين من التلج علشان أقدّمهم، وفعلًا كان طعمه جميل جدًا والسكر بتاعه مضبوط. أتمنى إن وصفة النهارده تكون عجبكم، والمشروب ده تعتمدوه في رمضان إن شاء الله. لو عجبكم الوصفة بتاعة النهارده دوسوا له لايك واكتبوا لي تعليق إيجابي، واستنوني في فيديو تاني إن شاء الله.